أرجع إلى الفساد، دائما تنبه حضرتك في أي مؤتمر، في أي لقاء صحفي، على حتمية محاسبة أي حزب وأي شخص ارتبط سابقا بسرقة أموال الدولة العراقية. إضافة إلى أنه احنا ذكرنا قبل قليل انتهاكات لجنة الأمر الديواني 29 الخاصة بالحكومة السابقة. فيما لو ثبت تورط السيد مصطفى الكاظمي بأي من هذه الملفات، هل ستجرؤ هذه الحكومة على محاسبة رئيس وزراء سابق لأول مرة في تاريخ العراق؟ والله هي مصداقيتنا احنا الآن المتصدين في الحكومة في الوضع السياسي في مسألة مكافحة الفساد تعتمد على قراراتنا اللي راح نتخذها. هل تتغاضى عن مسؤولين كبار، عن شخصيات رسمية غير رسمية؟ هذه المصداقية. وما أعتقد لا المتحدث ولا القضاء العراقي ممكن يفرط بمصداقيته ويخذل شعبه في مسألة واستحقاق مهم يتعلق بأشخاص أيا كانوا في أي موقع ساهموا في سرقة المال العام أو التسبب في سرقة المال العام. إذا حافظنا على هذا المبدأ أعتقد هذا عامل مهم في بناء الثقة بين المواطن والشعب، وبنفس الوقت هو أفضل ردع لكل من يفكر بالتجرؤ على المال العام. من يشوفون الكل مشمولة بالمحاسبة بالتأكيد راح تكون وقفة لهؤلاء.